عرفنا ان في انواع للاسمنت. بستخدم الاسمنت ده حسب نوع المنشأ اللي هستخدمه فيه وحسب الظروف اللي هيتعرض ليها المنشأ ده وتتعرض ليها الخرسانة من الوسط المحيط. تختلف انواع الاسمنت دي بناء على ايه؟ خواص المنتج النهائي ده بيتاثر باول حاجه الطريقه اللي انا صنعت بيها الخرسانه. قلنا ان في اكاسيد في الاول اللي هي اكسيد الكالسيوم، اكسيد سيليكون، اكسيد الالومنيوم، واكسيد الحديد. دول الاربع اكاسيد الاساسيه. يبقى حسب نسب الاكاسيد دي هتحدد لي خصائص الاسمنت النهائي حسب درجة حرارة الانصهار. بعرضها لايه؟ لحد 1450 او 1500 درجة مئوية. بيديني في الاخر نسب الاربع مكونات بتوع الكلينكر. بعد كده الكلينكر ده ببرده الاول وبعد كده بطحنه حسب معدل التبريد. ده لازم يبقى معدل تبريد سريع، برضو بيأثر لي على خصائص المنتج النهائي. درجة طحن الكلينكر ده ونسبة اضافة الجبس اللي هضيفه عليه ولو كان في اي اضافات تانية على الاسمنت. اول اسمنت هو الاسمنت البورتلاند العادي. بيبقى معامل تشبع الجير فيه بيتراوح ما بين 0.66 ل 1.02. ايه هو معامل تشبع الجير؟ هو نسبة الجير او نسبة اكسيد الكالسيوم مقسومة على نسبة الثلاث اكاسيد الاساسية الباقيين، بس مضروبين في ايه؟ في معاملات. لو زودت معامل التشبع ده عن ال 1.02 ده ايه اللي هيحصل؟ هتقلل لي درجه حراره الانصهار اللي انا عاوزها عشان يكون لي الكلينكر في الفرن. طب ما دي حاجه حلوه، يعني قللت درجه الحراره، قللت وقود وكده. لا، ده انت هتقللها قبل ما يحصل التفاعل بين الاكاسيد ويكونوا لي الكلينكر، فبالتالي الكلينكر مش هيطلع مظبوط، يعني مكوناته مش هتطلع مظبوط. هيتكون الكلينكر بدري قبل ما يعمل التفاعلات الكيميائيه بتاعته. فعشان كده لازم يبقى ايه في النسبه دي؟ نعومه الاسمنت البورتلاند العادي لازم ما تقلش عن 2750 سنتيمتر مربع في الجرام. سنتيمتر مربع دي مساحه، في الجرام ده وزن. ايه يعني ايه نعومه الاسمنت بقى دي؟ هي المساحه السطحيه لمجموع الحبيبات اللي موجوده في جرام واحد من الاسمنت او وحده وزن من الاسمنت. يبقى لو جبت جرام من الاسمنت وشفت الحبيبات اللي فيه، المساحه السطحيه بتاعت الحبيبات دي قد ايه وجمعتها مع بعض، هي دي ايه؟ نعومه الاسمنت. طب بتاثر لي في ايه نعومه الاسمنت دي؟ لو زادت نعومه الاسمنت دي ايه اللي يحصل؟ لما تيجي تحط الميه عشان عمليه الاماهه، المساحه السطحيه المعرضه للميه دي هتبقى ايه؟ كبيره، فبالتالي تفاعل الاماهه ده هيتم ايه؟ كويس، وبالتالي سرعه تسلط الاسمنت والشك بتاعه هتبقى ايه؟ هتبقى كويسه ويوصل للمقاومه بتاعته المبكره كويس. طيب لو كانت المقاس الحبيبات دي كبيره، يعني المساحه السطحيه بتاعتي ايه؟ صغيره، ايه اللي يحصل؟ حبيبات بتاعتي كبيره، يعني مساحتها السطحيه صغيره. حبيبات كبيره غير لما تكون حبيبات صغيره كتير فتديني مساحه كبيره. انما أنا لو كانت الحبيبه بتاعتي كبيره المساحه السطحيه بتاعتي تبقى صغيره، فلما تيجي تحط الميه المساحه التلامس ما بينها وبين الميه هتبقى ايه؟ صغيره. الميه مش هتقدر توصل لقلب الايه؟ الحبيبه، وبالتالي التفاعل بتاع الاماهه مش هيحصل مظبوط، وهيبقى في عدم ثبات في حجم الاسمنت ده عشان التفاعل بتاع الاماهه ما تمش مظبوط. هيبقى في عدم ثبات، هيحصل فيه انكماش، وبالتالي المقاومه بتاعت الخرسانه في الاخر هتطلع لي ضعيف. بستخدمه في ايه الاسمنت البورتلاندي العادي ده؟ كل اعمال الخرسانه العاديه، المنشآت العاديه كلها اللي مش معرضه لاي تاثيرات خاصه، اي عوامل خاصه ممكن تاثر لي على المنشأ بطريقه كبيره. تاني نوع من الاسمنت هو الاسمنت سريع التسلط، الRHBC او الرابيد هاردنينج سيمنت. اسمنت مبكر المقاومه، سريع التسلط، يعني بيوصل للمقاومه بتاعته بسرعه عشان يقدر يتحمل الاحمال بتاعته اللي هتقع عليه. ايه السبب في المقاومه بتاعته المبكره دي حصلت؟ المركبين الاساسيين المسؤولين عن المقاومه المبكره في الكلينكر ايه هم؟ الC3S والC3A. C3S بحطه بحيث ان هو ما يقلش نسبته عن 70% في الاسمنت ده، هو المسؤول عن المقاومه خلال اول 14 يوم. طب الC3A بحطه بنسبه اعلى من الاسمنت البورتلاندي العادي. ليه؟ لان هو المسؤول عن سرعه شك بتاعه الاسمنت في الساعات الاولى للاسمنت. النعومه بتاعت الاسمنت البورتلاندي السريع التسلط بتبقى اعلى من الاسمنت البورتلاندي العادي. مش سريع التسلط يعني محتاج ان المساحه السطحيه بتاعته تبقى كبيره او نعومته كبيره بحيث ان الاماهه بتحصل بسرعه. كل ما الحبيبات كانت صغيره كل ما معدل التفاعل بتاعها تبقى اسرع، فالنعومه بتاعته لازم تبقى ما تقلش عن 3500. انما الاسمنت البورتلاندي العادي كان 2750 سنتيمتر مربع في الجرام. بستخدمه في ايه؟ المنشآت اللي بتتطلب سرعه انجاز، سرعه تنفيذ، ان انا اوصل للمقاومه بسرعه بحيث ان انا اقدر اشيل الشدات بتاعتي والفرم بتاعتي. وبالتالي لو عندي مصنع او حاجه بيطلع لي
خرسانه زي دي كده بلاطه جاهزه، بروح وبركبها في الموقع. دي اسمها ايه؟ مباني سابقه التجهيز. يبقى في مصانع بصب فيها العناصر وباخدها على تريلات وتوصل لي لحد الموقع، وتيجي الاوناش تشيلها لي وتحطها لي في ايه؟ في مكانها. هي دي سابقه التجهيز. لما اجي اعملها في المصنع انا عاوز اشيل الفرم بتاعه العناصر دي بسرعه، بحيث ان انا اصب غيرها وازود معدل الانتاج بتاعي في الايه؟ في المصنع. يبقى كل ما كانت الوصول للمقاومه اعلى كل ما كان ايه؟ يوفر في التكلفه بتاعتي في المصنع. عندي الطرق الخرسانيه والحواجز العسكريه، عاوز اعمل طرق، عاوز اعمل مهابط طائرات في اوقات الحرب، بيبقى عاوز اعملها بسرعه بحيث ان ايه؟ ان اقدر استخدمها بسرعه. بالتالي محتاج ان انا اوصل للمقاومه بتاعتي بسرعه عن طريق الاسمنت سريع التصلب. في المناطق البارده درجه حراره الجو بتبقى ايه؟ تحت الصفر، فانا محتاج ان الاسمنت يطلع درجه حراره عاليه جدا، الإماهة بتاعتي تتم بسرعه بحيث تطلع درجه حراره عاليه تعادل لي درجه البروده العاليه دي، وبتبقى درجه الحراره مظبوطه للايه؟ للاسمنت في عمليه صب بتاعتي. انما لو عندي قطاعات خرسانيه كبيره، فبالتالي انا لو استخدمت الاسمنت سريع التسلط ده هيطلع لي درجه حراره عاليه جدا جوه، فهيسبب لي جوه شروخ انا مش شايفها. فعشان كده ما استخدمش الاسمنت سريع التسلط ده في القطاعات الكبيره والخرسانه الكتليه. عندك خرسانه سدود بتبقى فيها كميه اسمنت وكميه خرسانه كبيره، ما اقدرش استخدم فيها درجه حراره عاليه جدا اثناء عمليه الاماهه عشان مش تعمل لي الشروخ. الاسمنت الالوميني او عالي الالومنيوم هو نوع من انواع الاسمنت سريع التسلط، بس بيوصل للمقاومه بتاعته القصوى خلال 24 ساعه بس. مش سريع التسلط، ده اكتر من ايه؟ من سريع التسلط. بسميه عالي الالومينا او الالوميني. سبب في ان هو يوصل لخلال 24 ساعه دي ايه؟ ان نسبه الالومينات فيه بتتراوح من 35% ل 44%، فخلال يوم واحد او 24 ساعه بيوصل للمقاومه اللي كان الاسمنت البورتلاند العادي بيوصل لها خلال 28 يوم، ده بيوصلها في ايه؟ في يوم واحد. طبعا درجه الحراره الإماهة بتاعته بتبقى عاليه جدا، بتوصل ل 100 درجه مئويه. 100 درجه دي يعني درجه غليان الميه، فعشان كده ما استخدموش في الاجواء الحاره ولا استخدمه في الخرسانه الايه؟ الكتليه. تكلفته 3 اضعاف تكلفه الاسمنت البورتلاند العادي، فبالتالي لما اجي استخدمه في الايه؟ عند الحاجه للمنشآت العاجله زي ما قلنا الطرق والايه؟ والمطارات، الاجواء البارده جدا، فمحتاج درجه حراره ايه؟ برضو ايه؟ عاليه اثناء عمليه الصب. الاسمنت منخفض الحراره بقى العكس، اسمنت المفروض حراره الإماهة بتاعته ما تزيدش عن 270 جول في الجرام، بطيء الشك والتصلب، لكن المقاومه النهائيه بتاعته عند ال 28 يوم ما بتختلفش عن اسمنت البورتلاند العادي. يبقى هو بطيء، لكن في الاخر بيوصل لنفس الايه؟ نفس المقاومه. ايه السبب بقي اللي بيسبب لي البطء ده؟ ان انا ازود نسبه المركب المسؤول عن المقاومه خلال الايه؟ 28 يوم اللي هو الايه؟ C2S، واقلل من نسبه C3S والC3A، وبزود الاكاسيد الحديد، وبقلل من نسبه الجير اللي بيسبب لي التفاعل المبكر. استخداماته في ايه بقى؟ قلنا الخرسانه الكتليه انا مش عاوز فيها درجه حراره كبيره عشان ما تعمليش شروخ داخليه، يبقى اثناء السدود، اثناء دعامات الكباري اللي بتبقى قطاعاتها كبيره، محتاج اقلل الشروخ الناتجه عن حراره الإماهة دي ومقدار التمدد والايه؟ والانكماش. تغليف ابار البترول، لما اجي احفر بريمه بترول، فعشان التراب ده مش ينهار في الحفره اللي بعملها، محتاج ان انا اصب جوانب الحفر دي بالاسمنت. طيب انا بحفر جوه ايه؟ جوه بترول، لو درجه الحراره زادت شويه ممكن يحصل ايه؟ اشتعال، يبقى لازم درجه حراره الإماهة دي تبقى قليله لما اجي اصب في وسط البترول، بحيث ان هو ما يسببليش درجه حراره كبيره وبالتالي يسبب لي الاشتعال. الاسمنت المقاوم للكبريتات SRBC، الاسم الدارج بتاعه ده اسمنت سي ووتر، ان هو بيتلاشى تآكل الاسمنت ده نتيجه الكبريتات وتفاعله مع الاملاح. بيبقى في نسبه قليله من الالومينات اللي هو C4AF والC3A، ما بتزيدش نسبه الC3A عن 5%، وبيحتوي على نسبه زياده من اكسيد السيليكا. درجه حراره الإماهة بتاعته منخفضه زي الاسمنت البورتلاند العادي تقريبا، بس بستخدمه في ايه بقى؟ لو بصب الاساسات بتاعه المبنى والارض بتبقى كلها املاح، المياه الجوفيه بيبقى فيها نسبه املاح عاليه، فبالتالي بعد مع الزمن بتلاقي الاسمنت بتاعي او القاعده بتاعتي دي تحت متفتته كده، دي نتيجه ايه؟ تآكل الايه؟ الاسمنت من نتيجه كبريتات والاملاح اللي موجوده في التربه. يبقى لما اجي اصب الاساسات يفضل ان انا استخدم اسمنت مقاوم للكبريتات. مواسير الصرف الصحي، يبقى عندي اعمال الصرف الصحي، الميه الصرف الصحي بيبقى جواها املاح وجواها كبريتات، مع الزمن برضه هتلاقي مواسير الخرسانه دي تاكلت. المنشآت البحريه والمعرضه لميه البحر، هو اسمها اسمنت سي ووتر، جاي من ميه البحر، لان ميه البحر كلها املاح عاليه. مصانع الكيماويات والدهانات بيبقى كلها كبريتات، الابخره اللي طالعه منها في المصنع نتيجه الايه؟ التصنيع، ودي كلها ايه؟ ابخره كلها كبريتات وكلها املاح، فبالتالي المنشأ لما تيجي تعمل مصنع دهانات او حاجه لازم تعمله من ايه؟
من نوع اسمنت يكون مقاوم للتآكل او مقاوم للكبريتات. نيجي نقارن درجه حراره الإماهة كده للاسمنت. قلنا اعلى حاجه الاسمنت الالوميني بيوصل لدرجه حراره 100 درجه مئويه. بعديه يجي الاسمنت سريع التصلب اللي هو الالوميني كان نوع منه يعني، بس ده اقل شويه في درجه حراره الإماهة اللي هو 40 درجه مئويه. الاسمنت البورتلاند العادي 10 درجات مئويه بس، المنخفض الحراره بيبقى 5 درجات مئويه. في الاسمنت بعد كده الحديدي او بيسموه خبث الافران. ليه خبث الافران؟ لو تفتكروا اثناء صناعه الحديد كان بينتج الفرن بتاع الحديد ده خبث كده بيطفو على السطح. الخبث ده لما بياخدوه وينشف كده على هيئه حبيبات بيبقى خصائصه شبه خصائص الكلينكر اللي احنا كنا بنعمله في الفرن. فبالتالي احنا لو طحناه واستبدلنا النسبه بين الكلينكر ما بين 25 ل 65% يبقى انا كده وفرت في الكلينكر واستخدمت الخبث بتاع الافران دي في حاجه مفيده. المقاومه بتاعتي بتقل بقى عن الاسمنت البورتلاندي العادي، بيبقى عند ال 28 يوم لو قست المقاومه هلاقيها اقل من الاسمنت البورتلاندي العادي. لكن مع الزمن بعد ال 28 يوم لو جيت بعد كده بعد سنه بعد سنتين هتلاقيه المقاومه بتاعته كل شويه بتزيد اعلى كمان من الاسمنت البورتلاندي العادي، لكن عند ال 28 يوم بيبقى اقل. بستخدمه في بقى؟ احنا عاوزين حاجه تكون رخيصه، فانا عندي المصدات بتاعه الامواج دي او البلوكات اللي بتتحط على الشواطئ عشان تمنع تآكل الشواطئ. عايز اعملها ان هي تبقى رخيصه الثمن، تبقى مقاومه للاملاح برضو شويه، لان خبث الافران ده برضو بيدي شويه مقاومه للاملاح. درجه حراره الإماهة بتاعته اقل، فبالتالي ممكن استخدمه في القطاعات الكبيره، في البلوكات مصدات الامواج دي قطاعات كبيره. قلنا طيب المقاومه خلال 28 يوم دي منشأ مش ضروري قوي، فانا ممكن اعمل الخرسانه دي واسيبها عندي، البلوكات دي اسيبها عندي اكتر من 28 يوم، اسيبها 6 شهور ولا حاجه قبل ما احطها او استخدمها في مصدات الامواج، بالتالي توصل للمقاومه المطلوبه في الاخر. يمنع استخدامه في الاساسات واي خرسانه مسلحه فيها حديد، لان قلنا ده قومته ضعيفه، يبقى يمنع استخدامه في اي خرسانه مسلحه الاسمنت الحديدي ده. بعد كده طلعت لي انواع اسمنت من شده خطوره المنشأ اللي انا بصبه، فعاملين له اسمنت مخصوص. اكتر حاجه قلنا عليها بخاف منها هي ابار النفط او ابار البترول عشان خاطر حراره الإماهة، فعملوا اسمنت مخصوص ليه اسمه اسمنت ابار البترول، بيتحكم في زمن الشك بتاعي عشان درجه حراره الإماهة. فاثناء ما بطحن الكلينكر مش بحط جبس بقى، بحط اضافات تانية تقلل لي من معدل الشك بتاعي. قلنا اول حاجه منع انهيار جدران البير، عشان لما اجي اصب في الاعماق الكبيره دي بيبقى كل ما بنزل تحت كل ما درجه الحراره بتاعه الارض بتزيد، وكل ما كان الضغط بتاع التربه بيزيد، بالتالي لازم حراره الإماهة تبقى قليله جدا. بقلل الاجهادات اللي واقعه على ماسوره البترول او الغاز عشان ما تتاكلش وما تنفجرش نتيجه الضغط العالي على المواسير تحت. عملوا لي نوعين من الاسمنت ابار النفط ده، في واحد عادي الشك بستخدمه لحد عمق 6000 قدم، يبقى عندي العمق لسه صغير، لسه الضغط صغير، لسه الحراره صغيره. لو نزلت من 6000 قدم ل 16000 قدم بستخدم بطيء الشك. في اسمنت مانع لنفاذيه الميه، احط عليه اضافه برضو اسمها سترات الصوديوم او ملح حمض الاسيتيك، بحطه بنسبه 2%. دي ماده عضويه، حمض عضوي دهني بس بيدوب في الميه. سترات الصوديوم دي بتتفاعل لي مع الكالسيوم اللي موجود في الكلينكر، قلنا الكلينكر بيبقى فيه نسبه كالسيوم عشان اكاسيد الكالسيوم اللي حطيتها، فبيتفاعل لي معاه وبيكون لي في الاخر سترات الكالسيوم. سترات الكالسيوم دي اي فراغات صغيره قوي مكونه لي جوه الخرسانه بتتقفل، لو اتعرضت للميه، الميه دي مش هتلاقي اي نفاذيه في الخرسانه تعدي منها. وجود الاضافه دي بيقلل من مقاومه الخرسانه، عشان كده بزود محتوى الاسمنت معايا، لان كل ما بزود محتوى الاسمنت مقاومه الخرسانه دي بتزيد. بستخدمه في عندي خزانات الميه، عندي حمامات السباحه. اسمنت الهواء المحبوس بضيف اضافه على الاسمنت بحيث ان هي تكون لي فقاعات هواء بنسبه من 3 ل 7%، بالتالي بتقلل لي من من كثافه الخرسانه، بتقلل لي من مقاومه الضغط. عشان كده الخرسانه بتاعت الهواء المحبوس دي مش بستخدمها في العناصر الانشائيه دي، امال بستخدمها في العناصر الغير انشائيه. زي عارفين الطوب الاسمنتي، لما اجي ابني الحوائط بتاعتي بس ما بلاقيش عندي الطوب الاحمر او الطيني بتاع الطمي ده اللي بيعملوه من الطمي، بعض البلدان مش عندها طمي ده، بيعملوا الطوب اسمنتي. انا عاوز الطوب ده يبقى وزنه خفيف على المنشأ بتاعي بحيث ان هو ما يكونش تقيل على الفاضي، عشان اخفف وزنه اعمل الفراغات بتاعت الهواء المحبوس دي بحيث ان هو يطلع وزنه خفيف
كمان بيحسن لي من العزل الحراري. لو في اثناء الصيف بيبقى درجه الحراره بره كبيره جدا نتيجه الفقاعات بتاعه الهواء دي اللي موجوده جوه الهواء، ما بيسخنش بسرعه، فبالتالي الحراره ما بتنتقليش لجوه المنشا بسرعه، فده بيستخدم برضه بيزود لي من العزل الحراري وبيقلل لي من شروخ بتاعه التمدد والانكماش نتيجه فرق درجه الحراره. قلنا خلي بالك الاسمنت، شكاره الاسمنت بيبقى لو مكتوب عليها باللون الاحمر لا يستخدم في اعمال الاساسات والخرسانه المسلحه، او تلاقي ربع الشكاره حمراء كده ومكتوب عليها برضو لا يستخدم في اعمال الاساسات والخرسانه المسلحه، يبقى اي حاجه فيها حديد عندك ما تستخدمش فيها نوع الاسمنت ده. في اسمنت المخلوط بالرمل او بيسموه اسمنت الكرنك، قال لك بستبدل نسبه من الكلينكر بتاعي برمل. الرمل ده ماده خامله ما بيتفاعلش، وهو لسه ما دخلش الفرن، السيليكا دي ما بتتفاعلش، ماده خامله، فانت عندك استبدلت نسبه الاسمنت دي بماده خامله زي الرمل او البازلت او الجرانيت او الحجر الجيري مطحون. ليه بقى؟ هو بيدي مقاومه ضغط اقل لكن بيوفر لي في التكلفه بتاعتي في الاخر. مش عاوز استخدم فيه مقاومه عاليه جدا ويكون موفر عندي، زي ايه؟ اعمال البياض، وبرده الشكاره بتيجي مكتوب عليها لا يستخدم في اعمال الاساسات والخرسانه المسلحه. اسمنت ذو نعومه محدده، يعني يقول لك ده اسمنت ذو نعومه 4100. قلنا النعومه هي المساحه السطحيه بتاعه الاسمنت اللي موجوده في جرام من او وحده وزن من الاسمنت. 4100 ده يعني الاسمنت البرتلاندي العادي كان كام؟ 2750. شوف ده اعلى منه بكتير جدا. بستخدمه في في الحاجات اللي عاوز فيها اتحكم فيها في كميه الميه واتحكم فيها في المقاومه بتاعه الضغط. الاسمنت البرتلاندي الابيض هو اعلى في التكلفه من الاسمنت البرتلاندي العادي. ايه السبب ان هو اعلى في التكلفه؟ ان انا ما بستخدمش اكسيد الحديد اللي كان بيكون لي اللون الرمادي في الاسمنت البرتلاندي العادي. الاكسيد الحديد ده لو رجعنا لورا شويه جاي من ايه؟ من الطمي او الطين اللي انا كنت حاطه، فبيبقى في بعض المناطق بيبقى فيها الطمي ده لونه ابيض، فبستخدم المواد الجيريه او الطين الابيض ده، واثناء عمليه الحرق بيتم في وقود خالي من الكبريتات والبريت اللي هو بيديني ايه؟ لون اسمر برضو اكتر للاسمنت، بحيث ان المنتج النهائي بتاع الاسمنت ده بيحتوي على نسبه قليله من اكسيد الحديد والمنجنيز ما تزيدش عن 0.5%. بستخدمه في ايه بقى الاسمنت البرتلاندي الابيض ده؟ عندك اعمال التشطيبات، الفراغات اللي ما بين البلاط، ما بين السيراميك، درج السلم، الرخام، ادوات صحيه، اعمال الديكورات، النافورات، التماثيل، احواض الزهور، الاعمال الترميم. طبعا ما بيستخدمش في الاساسات والخرسانه المسلحه. اسمنت البرتلاندي الملون هو انا بضيف اضافات تلون لي الاسمنت الابيض. الاضافات دي اساسها معدني مش عضوي، ما تزيدش عن 10% من وزن من وزن الاسمنت، بحيث ان هي ما تاثرليش على مقاومته وخصائصه وتزود لي معامل الانكماش. المكونات دي ما بتتفاعلش مع الاسمنت وما بتغيرش لونها مع الميه او الشمس. فمثلا اللون الاحمر، الاصفر، البني دي بستخدم ليها اكاسيد حديد. اللون الاخضر بستخدمه اكسيد الكروم. اللون الاسود بستخدم له غبار الكربون الاسود. استخداماته في بقى اي استخدامات معماريه زخرفيه زي ما قلنا، الاثار، عندك مثلا حدائق او حاجه عاوز ايه الخرسانه بتاعتك تبقى اللون بتاعها جزء مختلف عن جزء تاني.